اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. هل ابنك دايما بيصرخ من اقل حاجه، بيكره لبس معين، بيتضايق من صوت الخلاط او صوت المكنسه، او اوقات بتحسي انه مش قادر يثبت في مكانه لحظه؟ كل العلامات اللي انا قلتها دلوقتي ممكن ما تكونش مجرد دلع او عناد، ممكن يكون عنده اضطراب في المعالجه الحسيه، حاجه ناس كتير ما تعرفهاش لكنها ممكن تاثر على كل تفاصيل حياه الطفل. في الفيديو ده هنتكلم عن العلامات اللي ممكن تشير ان ابنك بيعاني من المشكله دي، وازاي تتعاملي معاها من بدري قبل ما تكبر وتسبب له صعوبات اكتر. خلينا في البدايه نشرح يعني ايه اضطراب المعالجه الحسيه. الطفل الطبيعي لما بيشوف او بيسمع او بيلمس حاجه، المخ بياخد الاشاره وبيترجمها بسرعه وبيتصرف على اساسها. لكن الطفل اللي عنده اضطراب المعالجه الحسيه بيكون عنده صعوبه في ترجمه الاشارات دي من الحواس، يعني ممكن صوت عادي جدا يزعجه بشكل كبير، او ملمس معين يخليه يعيط من الضيق، او يتحرك كتير لانه مش حاسس بجسمه كويس. طب السؤال المهم هنا، هل الموضوع ده مرض؟ الاجابه لا، هو مش مرض ولا خلل عقلي، لكنه اضطراب في طريقة المخ بيتعامل بيها مع المعلومات الحسية، وده بيأثر على التركيز والسلوك والنوم والتواصل مع الناس. طب ايه هو الفرق بين الطفل الحساس والطفل اللي عنده اضطراب حسي؟ مش كل طفل بيتضايق من الأصوات أو بيحب الحركة يبقى عنده اضطراب حسي، لكن الفرق في الشدة والاستمرارية وتأثير السلوك ده على حياته اليومية. يعني مثلا لو طفلك مش بيقدر يلبس هدوم معينة، أو بيعيط جامد جدا من أقل صوت، أو مش بيحب يتلمس خالص، أو بيتنرفز بسرعة جدا، ده محتاج متابعة أكتر وممكن يكون علامة من علامات الاضطراب الحسي. طب ايه هي العلامات اللي ممكن تلاحظيها حسب نوع الحس؟ اول حاجه الحس السمعي، هتلاقيه بيتضايق جدا من الاصوات العاليه زي المكنسه او الخلاط، وهتلاقيه بيقفل ودنه لما يسمع صوت معين، وممكن يعيط او يصوت لمجرد ان في صوت عالي حواليه. تاني نوع هو الحس الشمي، عنده حساسيه كبيره جدا من ريحه معينه زي العطور او الاكل، وكمان بيرفض يدخل مكان فيه ريحه قويه. والنوع الثالث معانا وهو الحس التذوقي، بيرفض انواع كتير من الاكل بسبب الطعم او الملمس، وكمان ممكن يرفض المضغ او يتقيأ من اكل معين. بعد كده الحس اللمسي، ما بيحبش يتحضن او يتلمس، بيرفض يلبس هدوم معينه زي الصوف او الجينز، وممكن كمان تلاقيه بيضرب او بيصرخ لما حد يلمسه من غير ما يتوقع. بعد كده الحس البصري، هتلاقيه بيتضايق من الاضاءه القويه او الالوان اللامعه، وكمان ممكن يبص في اتجاه تاني لو في نور قوي. في كمان نوع تاني وهو الحس الحركي والتوازن، هتلاقيه بيتحرك طول الوقت ومش بيقدر يثبت، وهتلاقيه بيقع كتير او عنده صعوبه في التسلق او النزول من السرير، وممكن يخاف من اللعب في الملاهي او اي حاجه فيها حركه سريعه. والنوع الاخير معانا وهو الحس الداخلي، وده نوع ما بيحسش بالالم، يعني ممكن يخبط في الحيط او يقع من غير ما يحس، ياكل بسرعه جدا او ببطء جدا، وكمان ممكن ما يعرفش يوزن نفسه في الكرسي. طيب هل المشكله دي منتشره؟ ايوه، الدراسات بتقول ان حوالي 1 من كل 6 اطفال ممكن يعاني من صعوبات في المعالجه الحسيه بدرجات مختلفه، والمشكله مش بتختفي لوحدها، بالعكس لو متلحقتش بدري ممكن تاثر على تعليم الطفل وسلوكه في المدرسه وصداقاته وثقته في نفسه. طيب سؤال مهم، ازاي اساعد ابني في البيت؟ اول خطوه افهمي هو حساس لايه، وراقبي تصرفاته، واكتبي ملاحظاتك واعرفي هو بيتضايق من ايه بالظبط. تاني خطوه قللي المحفزات اللي بتضايقه، مثلا استخدمي سماعات تقلل الضوضاء، او اختاري هدوم قطنيه ومريحه وابعديه عن الروايح اللي بتضايقه. تالت خطوه وفري انشطه حسيه منظمه زي اللعب في الرمل او الميه او العجين او المراجيح او الكرات او البطاطين التقيله، دي كلها انشطه بتساعده ينظم احساسه بجسمه وبالعالم اللي حواليه. رابع خطوه حافظي على روتين ثابت، الطفل ده بيحس بالامان في الروتين، التغيير المفاجئ بيخليه يتوتر ويتصرف بعصبيه. طيب امتى بقى اروح لاخصائي؟ لو السلوكيات دي مستمره لفتره طويله، يعني بتاثر على اكله او نومه او التواصل مع الاخرين، وكمان بتضايق باقي الناس او الاطفال في المدرسه، يبقى لازم تروح لاخصائي علاج وظيفي او اخصائي تخاطب متخصص في الحالات الحسيه. وفي النهايه لو حسيتي ان الفيديو ده ساعدك تفهمي اكتر عن اضطراب المعالجه الحسيه، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتسيبي لي في الكومنتات هل ابنك او بنتك عندهم حاجات حسيت انها بتتطابق مع الكلام ده ولا لا. واشوفكم في الفيديو اللي جاي.